منيو أكلات الأسبوع لا يتعدى 100 جنيه أو ميزانية يومية لا تتعدى 100 جنيه، شاملة فطار، شاملة غدا، عشاء، منظفات، كمان فاكهة، وبالمنيو يا بنات. يلا بينا نبدأ الفيديو. بس قبل ما نبدأ الفيديو، أنا دعاء ودي قناتي. لو أول مرة بتزوري قناتي ما تنسيش تدوسي لايك وتشتركي في القناة وتدوسي على كلمة الكل عشان يوصلك إشعار بكل فيديوهاتي. يلا بينا يا ست الكل نشوف الميزانية بتاعتنا ايه. اول حاجه يا بنات دي ميزانيه متابعه، طالبه ميزانيه يوميه 100 جنيه شامله كل حاجه. اول حاجه يا بنات اذا كانت ميزانيه يوميه او شهريه او اسبوعيه فاحنا بنطلع الصدقه. ده بصي ده اساسي، يعني اول ما تمسكي الفلوس في ايديكي كده اطلع الصدقه الاول، بعد كده يحلها ربنا. ربنا بيبارك لك في اكلك، في مالك، في عيالك، في كل حاجه. نيجي على اليوم الاولاني هنعمل ايه. هنجيب الاول فطار، هنجيب مثلا ب5 جنيه فول، وهنجيب ب5 جنيه عجينه طعميه، وهنجيب علبة جبنة بيضة ب11 جنيه. ده يعني أول يوم، فهماني اللي هو أول يوم، عشان إحنا هنجيب حاجات تانية تكفينا بقى الأسبوع. يبقى أول يوم الفطار بتاعنا ب11 جنيه. نعمل بقى فول كده بالزيت والليمون، والطعمية نقليها في البيت وتبقى حلوة قوي. هجيب إيه بقى اللي يبقى عندي، وكمان هنكمل يومنا نشوف هناكل إيه. هجيب نص كيلو فول مدشوش ب15 جنيه علشان نعمل عجينة الطعمية في البيت ونخليها عندنا لفطارنا وعشانا. هنجيب كمان نص كيلو فول تدميس ب15 جنيه برضو عشان ندمس الفول عندنا ويبقى سهل وسريع. مش كل يوم تجيبي مثلا ب5 جنيه فول او ب5 جنيه طعمية، لا انت اما تجيبي اللهم بارك النص كيلو وتعمليه في البيت بيرمي معاكي كتير. يبقى الفول المدشوش والفول التدميس هيكلفونا 30 جنيه. بصوا حسب كل منطقة الاسعار عندها بتتفاوت. هنيجي بقى للغدا، يبقى كده جبنا مثلا فطار اليوم بتاعنا، جبنا بقى حاجه الاسبوع اللي هي الفول المدشوش وفول التدميس، جايبين علبه الجبنه البيضه. هنتعشى بالليل مثلا ناخد علبه الجبنه البيضه، ناخد جبنه ونقطع عليها طماطمتين مع حبه فول وكده ايه والحمد لله. هنجيب ايه بقى. هجيب ب10 جنيه بطاطس، ايا كان البطاطس بكام، فانا هجيب ب10 جنيه بس بطاطس. هجيب كمان ب10 جنيه بتنجان اللي هو البتنجان الكوبي. هجيب ب5 جنيه طماطم. هجيب ازازه زيت صغيره اللي هي 700 مللي ب30 جنيه. هجيب كيس ملح. هجيب ربطتين جرجير. هيكلفونا الحاجات الحلوه دي 25 جنيه اللي هما الغدا اللي هي البطاطس والبتنجان والطماطم 25. تمام كده. الزيت ب30، كيس الملح بجنيه، الاتنين جرجير ب2 جنيه. احنا بقى برضو العشاء بتاعنا مع علبة الجبنة. طبعا البطاطس كلها مش هنحمرها في الغدا، يعني مش هحمر البطاطس كلها، هخلي حبة بطاطس اقليهم للعشاء بتاع اليوم ده. يبقى اليوم الاولاني احنا هنصرف ال100 جنيه كاملة، هنصرف ال100 جنيه كاملة عشان جبنا فطار وجبنا غدا جبنا عشاء جبنا كمان الزيت، خد معانا شوية فلوس. يبقى هنعمل احلى صينية مسقعة وبالجرجير والحمد لله اللهم بارك. نيجي بقى على اليوم تاني يوم هنعمل ايه. هنجيب الاول اساسياتنا اللي هي مثلا ايه. انا هشوف عندي في البيت مثلا عندي مسحوق، عندي صابون، ما عنديش هبتدي اجيب. انا مثلا لو يكن ما عنديش فهبتدي اجيب قبل الاكل والشرب، اشوف الاساسيات اللي البيت محتاجها قوي الاول وبعد كده هفكر في اكلنا وشربنا. تمام. هجيب نص كيلو اكتف اوتوماتيك ب10 جنيه. هجيب صابونه ب5 جنيه. هجيب صابون سايل ب5 جنيه. هيكلفوني الحاجات الحلوه دي 20 جنيه. تمام كده. تمام كده. طبعا عايزين فاكهه، هجيب ب10 جنيه برتقال او يوسفي او اي نوع فاكهه ب10 جنيه او ب15، يعني قدامك الفاكهه او تجيبيها ب10 او ب15. يبقى كده جبنا منظفاتنا، جبنا الفاكهه بتاعتنا، عندنا فطارنا وعشانا البطاطس والفول والطعميه والجبنه عندنا اللهم بارك الحمد لله. ولو فات طبق مسقعه طبعا من اليوم اللي قبليه ده بيبقى ولا اروع. هنجيب ايه تاني بقى في الغدا. هجيب ربع كيلو لحمه مفرومه ب30 جنيه. هجيب لفه جلاش ب10 جنيه. هجيب لبن ب10 جنيه. هجيب بصل ب5 جنيه. هجيب بطاطس تاني ب10 جنيه. البطاطس يا بنات كنز في البيت، بنعوزها بقى نسلقها نحمرها، فاحنا بنستفاد منها لان انت مش هتجيبي كميه البطاطس كلها وتحمريها او تعمليها في اكله واحده. هنعمل ايه اليوم ده يا دودو. هنعمل صينيه جلاش باللحمه المفرومه ومعاها بطاطس محمره حلوه قوي. اليوم فات على خير، معانا فاكهتنا، عندنا المسحوق بتاعنا وحاجتنا الحمد لله. كلفنا اليوم ده كام؟
95 جنيه. تمام لحد كده؟ تمام قوي، والحمد لله ربنا مبارك لنا في رزقنا وفي فلوسنا. فاض 5 جنيه من اليوم التاني. اروح بقى على اليوم التالت، هيبقوا معايا ايه؟ 105. عايزه اشوف هجيب ايه، برضو ناقصني في البيت هجيبه. فهجيب ايه؟ اجيب نص كيلو جبنه قريش ب20 جنيه او ب22 حسب ما انت عندك بكام. هجيب ب5 جنيه طماطم، هجيب ب10 جنيه بطاطس. هعمل غدا النهارده ايه؟ هعمل جبنه قريش بالطماطم ومعاها بطاطس محمره، كلفنا 35 جنيه. معانا اللهم بارك لسه بقيه الفلوس. عايزه اجيب ايه او محتاجه ايه؟ هجيب بيض ب15 جنيه، يبقى عندي كده في التلاجة، احتاجته ما احتاجتوش اهو يبقى مركون. وهجيب كيس سمنه ب20 جنيه او ب25 جنيه، بس مش هجيب العلبه الكبيره، لا انا هجيب على قد احتياجي. يعني احنا جايبين مثلا الزيت، اجيب دلوقتي مثلا ايه؟ كيس السمنه، وفي كمان 10 جنيه مخليها برضو للفاكهه، 10 جنيه يوسفي. احنا صرفنا ايه؟ صرفنا 80 اللهم بارك. وجبتي حاجه بيتك، باقي كام؟ باقي 25 جنيه. هنيجي على اليوم الرابع، هنحط ال100 على ال25، هيبقى 125 جنيه. هنجيب ايه؟ هجيب كيلو أجنحة ب35 جنيه، هجيب ب10 جنيه بطاطس، هجيب نص كيلو رز ب9 جنيه، هجيب ربع كيلو شعرية ب5 جنيه، هجيب طماطم كمان ب5 جنيه. هتكلفنا اليوم ده 64 جنيه. هنعمل صينية بطاطس بالأجنحة ورز بالشعرية، أكلة حلوة وشتوية، وتحسي كده والله البطاطس بتبقى تحفة بالأجنحة، أما بتعمليها بطريقة حلوة قوي بتبقى جميلة. صرفنا 64 جنيه، فاضل معانا اللهم بارك 61 جنيه. هنيجي على اليوم اللي بعد كده وهو اليوم الخامس، هيبقى ال100 جنيه اللي معانا الأساسية هنحط عليها ال61 جنيه الباقيين، هيبقوا 161 جنيه. هنعمل غدانا ايه اليوم الخامس؟ هجيب نص كيلو مكرونة ب10 جنيه، هجيب نص كيلو بانيه ب60 جنيه، هجيب كمان طماطم ب5 جنيه، هجيب ربع كيلو بقسماط مطحون ب6 جنيه. هيكلفنا اليوم ده 81 جنيه. هنعمل مكرونة بالصلصة وكمان معاها بانيه، هيكلفنا 81 جنيه. هيتفضل معانا 80 جنيه. تمام كده؟ هنروح بقى على اليوم السادس، ال100 جنيه الأساسية على ال80 جنيه اللي فاضلين، يبقى معانا 180 جنيه. عايزه توفري وتدبري، عايزه تبقي ست بيت شاطره، تعالي نشوف هنوفر ايه، واخر الشهر واخر الاسبوع هيفيد معاكي برضو مبلغ. هجيب ربع كيلو عدس اصفر ب10 جنيه، هجيب ربع كيلو شعريه ب5 جنيه، هجيب ب5 جنيه طماطم، هجيب ب5 جنيه بصل، هصرف 25 جنيه. هعمل احلى فتة عدس او عدس بالشعريه في الشتاء اللي احنا فيه ده، اللهم بارك. هنصرف 25 جنيه من ال180، هيتفضل معانا 155 جنيه. يلا بينا بقى نروح على اليوم السابع بقى، اليوم الروعه، اليوم الدلع. ال155 جنيه الفاضلين على ال100 جنيه الاساسيه هيبقوا 255 جنيه. هنجيب ايه؟ هجيب نص كيلو لحمه قطعه ب60 جنيه، هجيب نص كيلو رز ب9 جنيه، هجيب ربع كيلو شعريه ب5 جنيه، هجيب طماطم ب5 جنيه، هجيب فاصوليا خضراء ب5 جنيه. هنصرف كام؟ هنصرف 83 جنيه. تمام لحد كده؟ 83 جنيه. هنعمل ايه؟ هنعمل فاصوليا خضراء ولحمه ورز بالشعريه. هنيجي هنا هيبقى فاضل معانا كام؟ ال255 هننقص منهم ال83، هيتفضل معانا 171 جنيه آخر الأسبوع. تمام لحد كده؟ عايزه بقى تجيبي حاجه بقى في اول الاسبوع بتاعك، يعني مثلا ايه فاض معاكي ال171 جنيه، عايزه تجيبي مثلا ايه كيسين رز، عايزه تجيبي علبه سمنه اللي هي الكيلو، عايزه تجيبي مثلا ازازه زيت كبيره، فهتجيبي حاجات للاسبوع اللي بعده تفيد معاكي. اللهم بارك. ميزانيه حلوه قوي، 100 جنيه يوميه. منيو اكلات الاسبوع لا يتعدى ال100 جنيه عشان تبقي ست شاطره وواعيه، مفيش ميزانيه تخرم معانا واي فلوس معانا ان شاء الله باذن الله هنمشي بيها. اول حاجه الصدقه. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسينيش في اللايك والاشتراك والكومنت الحلو الجميل منك يا قمر، واسيبكم في حفظ الله، وباي باي.